يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ الوقت طلب مني واحده قهوه غامق ساده وفاتح ريحه. تعالوا ما نعملهم كده مع بعض ونشوف هيتعملوا ازاي. اول حاجه هنجيب البن بتاعنا اللي هو الغامق المحوج، وهنحط في الكنكه 1.5 معلقة بن. بعد كده هنجيب البن الفاتح وهنحط 3 معالق بن. احنا حطينا في الفاتح العادي 3 معالق بن علشان هو فاتح، انما الغامق لو احنا كترنا البن الغامق هيبقى ممرر معانا. بعد كده هنقوم حاطين ربع معلقة سكر في البن الفاتح. بعد كده هنفتح المية ندبها كده دبتين ونرفعها على الرمالة. عملنا قهوة بن غامق سادة بس محوج، وقهوة بن فاتح على الريحة. ونقلب كده ونقول بسم الله. اللهم صل على النبي. حاجة كده عظمة قوي. يعني في البيت اللي ما بيعرفش يعمل القهوة دي اسهل طريقة ممكن نعمل بيها القهوة، وتكون على مية باردة، يعني على مية باردة كده نحطها على النار او السبرتاية، بس النار تكون هادية جدا. ونقلب كده كويس. طبعا احنا حطينا معلقة في البن الغامق المحوج ومعلقة في البن الفاتح. علشان لو قلبنا بمعلقة واحدة هيكرفوا على بعض، يعني المحوج هيتحط على الفاتح والفاتح هيتحط على المحوج، والمحوج طبعا هيبقى اشد فهيكرف على البن الفاتح. نقلب كده كويس جدا اهو. انا حطيت مية باردة، يعني ما حطيتش مية سخنة خالص. هي دي الطريقة المناسبة لكل الكافيهات، يعني كل الكافيهات او القهاوي بتعمل الطريقة ديت. وطبعا لازم تكون على مية باردة. اما بقى لو احنا عاوزين على مية سخنة، انا مش حابب اللي احنا نحط ميه سخنه في القهوه يعني. نقلب كمان كده تقلبتين. نقلب هنا كمان تقلبتين كمان. طبعا الرماله بتعمل قهوه محترمه، يعني بتعمل قهوه بوش كده محترم وبتتسوى على مهلها. البديل بتاعنا في سبرتايه، يعني لو في سبرتايه ممكن نقدر نعمل عليها القهوه كده بمزاج، يبقى تمام قوي. حاجه كده عظمه، يعني حاجه كده عظمه جدا يعني. نقوم منزلينها كده في احنا كده خلصنا الاتنين. وننزل بقى بالبن الفاتح. اتنين قهوة، حاجة كده عظمة قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشترك وبسرعة. كان معاكم احمد الشناوي. بس خلاص.